ما تيجي أقولك لو عندك سردين وعايزة تعملي بطريقة تعجب وتبهر كل اللي يدوقها وبدون قلي ولا شوي ولا تحمير ولا حتى زيت، تعملي معاكي السردين بطريقة صحية وطعم بجد رهيب. مهما تاكلي منه ما يشبعش أبدا كده من جماله، هتبقي عايزة تاكلي أكتر وأكتر. ولا شوية الخضار بقى المكرملين اللي تحت السمك، مش قادرة أوصفلك الطعامة. النهاردة هنعمل طريقة سردين كده عبقرية. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة معايا السردين البلدي. السردين البلدي كده من الحاجات اللي ما بيبقاش فيها قشور من بره، فما بيحتاجش ان انا اقشره بالسكينه كده زي ما بنعمل البلطي او البوري لو احنا هنعمله صينيه. السردين البلدي ما بيبقاش فيه اي حاجه كده عايزه تتشال غير الديل، وان احنا نفتح البطن بتاعته بالطريقه دي. لما بافتح البطن بتاعته بالطريقة دي ببدأ إن أنا أشيل أي حاجة موجودة جوه البطن وأشطفه كويس قوي بالمية الخفيفة كده تحت الحنفية علشان السردين ما يتهريش مني. اللي راسه حمرا كده السردين الحلو ده كده يبقى طازة وطعمه هتاخدي منه أحلى طعم ولونه جمال. جبته كده وبعد ما شلت بقى البطن بتاعته كويس، حابة إن انت تسحبي معاها الراس وتشيلي الراس خالص، مفيش أي مشكلة. نضفته كويس البطن واخدته كده شطفته كويس تحت الحنفية بمية خفيفة، وهو كده جاهز عندي. معايا حوالي كيلو ونص من السردين. تعالوا بقى نحضر لهم تتبيلة رهيبة. حوالي كده 10 فصوص من الثوم هحطهم في الكبة او اشتغلي في الهون يعني اللي متوفر عندك. ومعايا كده كمان معلقة صغيرة من هريسة الشطة. هريسة الشطة هتديني طعم حلو جدا. ممكن تستبدليها بقرن فلفل حامي او قطعة من الفلفل الاحمر الالوان، او استغني عنها برضو مفيش اي مشكلة. وهضيف معايا واحدة كده من الفلفل الأخضر، وكمان عصير ليمونة، ومعلقة كده كبيرة من الخل. مش هزود الليمون والخل لأني مش هقلي السمك. لو هتقليه تقدري تزودي معلقة كمان زيادة معاكي من الخل، بيدي ريحة حلوة جدا وطعم حلو للسمك المقلي. ضفت عصير ليمونة، معلقة كبيرة من الخل، ده كله ضفته معايا في التتبيلة. تعالوا بقى نضيف التوابل. والتوابل هنا كمياتها كده حسب كمية السمك اللي موجود طبعا عندك. أول حاجة الملح، معلقة صغيرة كده مليانة من الملح على كيلو ونص من السمك. هحط كمان معلقة معايا صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من البابريكا هتديني لون حلو جدا لخلطة السمك أو تتبيلة السمك، وربع معلقة صغيرة بس من الفلفل الأسود. عايزة أقولك الفلفل الأسود حلو قوي في تتبيلة السمك، بيدي ريحة حلوة جدا لأي تتبيلة. وهضيف معايا نص معلقة صغيرة كده من الكركم، هيدي لون حلو جدا للتتبيلة. لو هقلي السمك بزود الكركم شوية. كده تمام. هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا جدا، وكده تتبيلة السمك الرهيبة جاهزة عندي. هبدأ ان انا افضيها في طبق كده عشان هحط لها تكاية هتودي طعم التتبيلة في حتة تانية خالص. لو انت هتعملي السمك بتاعك ده صينية، كام عود كده من الكزبرة الخضراء، حابة تحطي كمان عودين من الشبت، ولو عندك عود كرفس وبتحبي الريحة بتاعته هيكون رهيب. وابدأ ان انا اقلب الكزبرة مع التتبيلة، وابدأ ان انا اتبل بيها السمك بالشكل ده. بتبل السمك واحاول كده ان انا ادخل التتبيلة برضو جوه بطن السمكة اللي احنا منضفينها، واسيبها تتطعم شوية لغاية ما اجهز معايا الخضار بتاع الصينية. عايزة اقول لكم التتبيلة خطيرة وريحتها تحفة. كده خليها على جنب. محضرة بقى معايا الكميات هنا حسب رغبتك. قطعي معاكي بصل شرايح كده رفيعة، كمان فلفل وطماطم. قطعي كله كده شرايح رفيعة لأن السمك من الحاجات اللي ما بياخدش وقت خالص في التسوية، فمش عايزين الخضار بتاعنا ده يكون متقطع سميك. وبلاش تعمليه مكعبات علشان برضو ما يتحرقش معاكي وما تلاقيش معاكي خضار كده بعد التسوية في الصينية من تحت. فبقطع كله حلقات أو شرايح رفيعة بالشكل ده. والكميات بقى زي ما قلت لك زي ما انت حابه تقطعي كمان شرايح من البطاطس، قطعي شرايح من البطاطس بس تكون رفيعه جدا علشان تستوي معاكي كده مع التسويه بتاعه السمك. حابه تحطي جزر مبشور، فلفل الوان، مفيش مشكله خالص. جبت بقى طاسه معايا على النار فيها حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وهنزل بكل الخضار اللي انا قطعته اشوحه معايا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. السمك عندي ما بياخدش وقت في التسوية، بالتالي لو حطيت الخضار ني في ني كده تحت السمك هيستوي والخضار هيكون لسه مقرمش أو بيقرش كده، وأنا عايزاه يكون مكرمل معايا تحت السمك. فبعمل الخطوة دي إن أنا أدبل بس الخضار معايا على النار. وأنا بدبله كده ضفت له نص معلقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الكمون، رشة من الكزبرة ومن البابريكا، التوابل اللي أنا استخدمتها معايا في التتبيلة. وهحط كمان معايا معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، هتديني لون حلو جدا جدا للخلطة بتاعتي. وآخر إضافة شوية كده من الكزبرة الخضراء.
هحطهم بالشكل ده هيدوا ريحة بقى خطيرة. واطفي النار على طول. هاتي صينية صاجة اللي انت حابة تعملي فيه، وافردي معاكي الخضار اللي انت كرملتيه في النار ده. ما كرملناش الخضار لغاية ما حمرناه، لغاية بس ما البصل بقى لونه شفاف، علشان البصل أو الخضار والسمك ياخدوا نفس التسوية، فبالتالي السمك يطلع مشوي وحلو قوي من فوق، وكمان الخضار يكون مستوي ومكرمل من تحت. فردت الخضار وشلت معلقتين كده من الخضار خليتهم على جنب دلوقتي. لو هتقطعي شرايح رفيعة من البطاطس شوحيها برضو مع الخضار وافردي كله في الصينية من تحت. هبدأ السمك اللي احنا متبلينه ارصه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جنب بعض كده في الصاجة بتاعتي لغاية ما اخلص الكمية كلها. انا ما استخدمتش الكيلو ونص كلهم في الصاجة دي، اتفضل معايا شوية، حمرتهم كده على جنب، كملت الصاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وللوش بقى هدهنه يا جماعة بتكاية هتودي لونه وطعمه وشكله كده في حتة تانية خالص. معلقة من الصلصة عليها معلقتين من الزيت، وحطيت معايا رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهدهن بيها وش السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتخلي لون صينية السردين تتاكل كده وهي لسه نية قبل ما تستوي من كتر جمال لونها وطعمها. هبدأ دلوقتي بقى إن أنا المعلقتين اللي كنت مطلعاهم عندي من الخضار أفردهم معايا كده على وش السمك بتاعي. الخضار اللي على الوش كده لما بيدخل الفرن بيبدأ إن هو يتشوي كده زي وش السمك ويتحمر، بيبقى له طعم مختلف تماما. هحط بقى الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وآخر إضافة شرايح من الليمون كده بالقشر بتاعه. هبدأ إن أنا أوزعهم في الصينية. بلاش تعصري الليمون علشان ما يديكيش طعم مر للسمك بعد التسوية. ببدأ إن أنا أقطع شرايح من الليمون وأحط الليمون بقشره. قشر الليمون لما يدخل النار ويتعرض للتسوية كده بيديني ريحة رهيبة جدا لصينية السمك. وتعالوا دلوقتي بقى نتكلم عن التسوية. بدخلها فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط، مشغلاه من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة. بحط الصينية على الشبكة أو الرف الأوسط للفرن، بسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده، ما بياخدش وقت خالص في التسوية، 20-25 دقيقة. وهاتي شوكة أو سكينة واختبري التسوية بتاعة السمك. لقيتي السمك استوى، اطفي من تحت وشغلي الشواية كده مع المتابعة لغاية ما ياخد لون حلو من فوق. ما تزوديش اللون عليه من فوق علشان السمك ما ينشفش معاكي. كمان قبل ما تدخلي الصينية حابة تحطي لها رشة زيت على الوش، مفيش مشكلة. أنا اكتفيت بالزيت اللي أنا كنت مشوحة فيه الخضار، وكمان إن معلقة الصلصة اللي أنا دهنت بيها وش السمك كنت حاطة لها معلقتين من الزيت، فمش محتاجة إن أنا أضيف زيت تاني. طلعت بقى السمك من الفرن، اللهم بارك، فص أبيض زبدة كده. ريحة التتبيلة بتاعت السمكية أصلا خطيرة مع تشويحة الخضار اللي احنا عملناها ده. ميكس يا جماعة تحفة، مع شوية رز أبيض بقى وبألف هنا. جربوه، متأكدة إن هو هيعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.